اسبانيا ما زالت يا اخي، ما زالت مع حكم الذاتي في الصحراء، في قضيه الصحراء ما بدلوش، ما كان والو. وحنا بصح حنا رانا رابحين، حنا رانا رابحين. ما تقدرش تبقى جدي مع النظام الجزائري، امبوسيبل، مانيش قادر. حنا بصح رانا رابحين حاجه، راح لنا الشرف، لانه النظام هذا ويمثل الجزائر، نحبوه ولا نكرهوه. راح لنا الشرف، راح لنا النيف، راحت لنا العين الحمراء، راح كل شيء. بصح بقات لنا حاجه يحسدنا العالم عليها، وخصوصا الدوله اللي هاك، هما ما عندهمش هاد الحاجه. في رايكم واش هي الحاجه هذه؟ حيرتكم؟ ايوا شوف اخويا واش عندنا حنايا، المقاومه. شوف المقاومه. لا غير خذوهم. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا عبد مروكو. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا مثقف جزائري كيمسح الارض بالنظام الجزائري بعد الركوع لاسبانيا. المغرب قوه كبيره. فيديو رائع جدا اصدقائي، ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا الفيديو والاشتراك في القناه، وما تنساوش اصدقائي ان هذه قناه صغيره اصدقائي وقناه مغربيه بامتياز. كنتمنى منكم الاشتراك في القناه وتجيو من الفيديوهات ديالنا، وشكرا لكم وتحياتي لكم. نخليكم مع الفيديو اصدقائي والى اللقاء. المبادرة كذلك استكماما لقرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في القارة الإفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية، تشمل عدة ما تعرف تضحك، ما تعرف تبكي. يخيكم تشوفوا هذا وزير اول وعنده ساعات من اللي عينوه جديد، او الجزائريين ما سمعوش اصلا، لانه ما على بالهمش باللي كاين وزير اول في الجزائر. خلاص هي يصحم عندهم الحق، غير الجنرالات يحكموا. مي تسمى اول حاجه يتكلم عليها الوزير الاول الجديد التنميه، ولايه وهران اللي عادت مزبله. الطفيله هذيك نديروا لها حل باش تولي طبيبه ان شاء الله، وتروح تقرا وتاكل شويه وتنظف روحها، يصير عندها الماء، يصير عندها مسكنيه امها. نو 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 صديقي، خلينا حنا البوليساريو نوكلهم ونشربوهم مليار دولار باش نديروا التنميه في افريقيا والتنميه في الجزائر. والتنميه في جد بابات الجزائر ما كانش. ولاش راكم تشوفوا يخيب بعينيكم. على كل حال معليش اخويا، انا قلت لكم داخليا خلي ننساو، والله ننساو ونغمضوا العين. المهم تكون عندنا وزن وهيبه ومواقف في الساحه الدوليه على قولة لافروف. والمهم رانا بينا العين الحمراء لاسبانيا، راكم تشفاو عليها، تظهر العين الحمراء لاسبانيا. وماشي هذا فقط، نذكروا بتصريحات تبون. انا خويا تبون خلعني هذاك الوقت، خلعني وما زلت مخلوع، باسكو الى حد الساعه هذا هو، هذه هي القصه. طيب سيد الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبة للجزائر من إسبانيا حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي. لا كان جواز كما قلنا احنا ضامنين استحقاق في الحكومه، شو اسبانيا مره اخرى. تبون قال لك باش نرجعوا العلاقات مع اسبانيا، تتذكروا بانه النظام الجزائري بسبب قضيه الصحراء، باسكو حنا نحبوا البوليساريو بزاف، قال لك زلطوا التفرعين، نيفوا الخساره، اقطع جد بابات العلاقات مع اسبانيا، استدعي السفير وخرج لهم. وقتنا يا اخي سنتين وانا نتكلم، الشيب ناض لي في راسي يا جدك، وانا نقول راهي امور هذه يعني من اكثر الازمات الدبلوماسيه حماقه في تاريخ البشريه، او ما يصلحش. راكم درتوا لنا ازمات، صارت الازمه تاع سعر البيض ارتفع ومازال مرتفع لانه حبسوا استيراد بيض التفقيس. مواد التخدير عند اطباء الاسنان صارت ما كانش لانه تجي من اسبانيا. المهم ازمات على كل المستويات. اسبانيا عضو في حلف الناتو غير ذلك، على قضيه لا ناقه لنا ولا جمال فيها. تقول هادو البوليساريو كتبوهم على جد بابانا، كي تولد جزائري يقول لك انت جزائري راك عندك المسؤوليه تاع البوليساريو تاع البطوش. لا علينا، ما عليناش. بصح قلت لكم المفروض تبان في الحياه
هذاك هو الشأن. ولكن انحازت الى المغرب في موضوع الصحراء الغربيه. ماشي انحازت بتصرفات اللي ما تعرفيهاش من المسؤوليات تاعها. شافت وكانت تصرفات سريه، لان كنت استقبلت ان الله اكبر. الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف تحدثنا في كثير من المواضيع لان علاقتنا مكثفه مع اسبانيا. وفي النهايه اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرا رساله حتى الوزراء تاعو. لا حول ولا الموقف هذا جديد اللي خذاه الملك نتاعو ما على بالوش، البرلمان الاسباني ما كانش على باله. تبون قال لك هذاك ملك المغرب اللي ما يتسماش فضح سانشيز يا جدك. في اسبانيا كان واحد ما على بالو، الملك الاسباني ما على بالوش، البرلمانيين ما على بالهمش. شفتوا المخزن هذاك واش يدير يا جدك؟ ما يحشموش الدوله اللي هاك. لا حول ولا قوه الا بالله، كارثه. بصح معليش اخويا، احنا ما يهمناش هذاك محمد السادس وسانشيز ومنا، المهم الزلط والتفرعين، النيف والخساره. السفير ما يرجعش صديقي، اللي يعجبو الحال عجبو، اللي ما عجبوش يضرب راسو في الحيط كما قال تبون. نزيدو لانه كلش استمراريه تعرف التصريحات. يبغي يسب ولا يبغي يندم. فوالا انا قلتها القطار انطلق وما يتوقفش، اللي يركب ركب واللي ما ركبش يشوف صباط مليح. شفتوا المستوى، النيفو طالع. اللي يركب اللي يندب نهار طاطا اختي طاطا اختو طاطا جد باباه، الحكايه تاع الكبش والراعي يا خويا. بصح معليش راني قلت لكم انا نفوت هذه كامل، بصح بعدا من حيث لا ندري يخرج عليك اخويا، يخرج علينا. لا 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 الصحافه هادو واش راهم يحكيو؟ مدريد توافق على اعتماد سفير جزائري جديد. او طي 19 شهرا من الازمه. الله اكبر الله اكبر. تسمى تبون فرض المنطق تاعو اسقط حكومه سانشيز. هذاك سانشيز اللي كان يتآمر راح اعترف بالقضيه الحكم الذاتي في قضيه الصحراء بلا ما يخبر الملك تاعو المتآمر. تسمى حكومه سانشيز طاحت، اسبانيا غيرت موقفها من قضيه. انا رحت شفت واش سانشيز، واش الحوال، شكون هو رئيس الحكومه الجديد في اسبانيا. سانشيز اسمع مليح، ينال ثقه البرلمان لتشكيل حكومه جديده، هذه في 16 نوفمبر. فاز رئيس وزراء الاسباني بيدرو سانشيز اللي ما يتسماش بالتصويت على الثقه في البرلمان الخميس، ما يبقيه على رأس حكومة دولة منقسمة بشدة بعد قراره بمنح عفو للانفصاليين الكتالونيين مقابل دعمهم لهم. ما هضروش على القوة الضاربة يا خويا. وسانشيز راه مكمل، الله راه لي زوم سانشيز تسمى ما خبرش الملك تاعو ويدير واش يحب في قضية الصحراء. وتبون قال لك السفير ما يرجع من بعد القوة الضاربة. بصح صبر بالك فيها المخزن وبيغاسوس وإسرائيل يفبركوا في الأخبار. نروح نشوفوا وسائل الإعلام الرسمية، وكالة الأنباء الجزائرية وما أدراك. قال لك وكالة الأنباء الجزائرية وجبتها بنفسي، الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى إسبانيا. والله جو سي با، والله انا تاني ما على بالي كيف نقدر نحكي في المواضيع هذه بجديه. ما الجزائر وافقت الحكومه الاسبانيه، وكالة الانباء الجزائريه تقول لك وافقت الحكومه الاسبانيه، يعني تبون والنظام الجزائري. اسبانيا ما دارت والو، اسبانيا مريحين دايرين قهيوه يضربوا في البايله، ما همش سامعين بالدنيا. سانشيز راه في القضيه الانفصاليين في كاتالونيا ومنا تشكيل الحكومه جاهم النظام الجزائري. السلام عليكم جماعه، معليش تردوا السفير، معليش نديروا سفير جديد. اسبانيا خلاتهم اسابيع تقريبا شهرين وهما يستناو. انا قلت لك سانشيز متكي رجل على رجل. ودوك نشوفوا معاكم، شفت الزلط والتفرعين وين وصلنا. يا لدى مملكه اسبانيا
بصح هو كتلبى الجزائريه ما فهمتناش. انا ما فهمتش اخويا. ماشي الزلطو التفرعين وحنا نيفو الخساره وحنا نيفنا ما يطيحش وراسنا مرفوع والرجوله والعين الحمراء. وقتها الجزائر تظهر العين الحمراء لي. ودرك هادي واش هادي العين العسليه هادي العيون العسليه عيون الغزاله واش ولات العين الحمراء لواش تحولت؟ انا حاب نفهم. انا جي با كومبري مازال ما فهمتش واش كيفاش اشهر. ما فيه جديد. وانا شخصيا متاسف كثير على العلاقات هذه الرديئه اللي بقات بيننا وبين اسبانيا. ومش حنا السبب. متى ستتحسن العلاقة مع إسبانيا؟ لما Si vous permettez, monsieur, en d'autres termes, qu'attendez-vous de l'autre partie, monsieur le président, j'attends pour que ça s'améliore? ils ont fait un faux pas. ايه خلاف الشعب الاسباني خطير. قلتها مرارا وتكرارا، علاقتنا مع الشعب الاسباني علاقات طيبه جدا الى يومنا هذا. ايوه احترامنا للملك احترام تام وعارفه هو. بالنسبه لهيئات اخرى اسبانيا رانا نتعاملوا مع بعض. احنا ما جولي لي زاكور دو بون فوازيناج ما لغيناهمش ماشي جولي. انا غير لي زاكور كان اتفاقية الصداقة جمدوها. قال لك ما عندناش مشكل مع الملك والشعب بصح مع الحكومة تاع سانشيز ولازم الحكومة تاع سانشيز طيح باش نردو السفير. علاش ما لا رايح تحاول درك؟ يتوسلون ركعوا سجدوا امام اسبانيا واسبانيا قالت لهم اصبر كي نقروا حنا. خلاوهم شهرين وهما ينتظروا. العين الحمراء تاع الصح تلعب مع اسبانيا ولاكش مع اسبانيا مازالت يا اخي ما زالت مع حكم الذاتي في الصحراء في قضيه الصحراء ما بدلوش ما كان والو. وحنا بصح حنا رانا رابحين. حنا رانا رابحين. ما تقدرش تبقى جدي مع النظام الجزائري امبوسيبل. مانيش قادر. حنا بصح رانا رابحين حاجه راح لنا الشرف لانه النظام هذا ويمثل الجزائر نحبوه ولا نكرهوه. راح لنا الشرف راح لنا النيف راحت لنا العين الحمراء راح كل شيء. بصح بقات لنا حاجه يحسدنا العالم عليها وخصوصا الدوله اللي هاك هما ما عندهمش هاد الحاجه. في رايكم واش هي الحاجه هذه؟ حيرتكم ها؟ ايوا شوف اخويا واش عندنا حنايا المقاومه. شوف المقاومه. شوف تاع البوليساريو. قول لي واش تحب عليهم؟ ميليشيات عرايه تو سكو تو فو. الكلام كامل قلتو انا. بصح يا خويا في الرقص يا خويا تاع البوليساريو حاج عالم واحد اخر. هذا واش ربحنا ملايير الدولارات من 1975 وربحنا السطيح. يدير لك حفله شوف بالشان هذيك الخطره مدايرين في نفس الحفله هذه. ما جبتلكمش الصور كامل. مدايرين واحد الكسكسي يا خويا رغم انهم جمهوريه عربيه حابين يديروا جمهوريه عربيه الصحراء الغربيه. قال لك حابين يديروا جمهوريه بصح يحبوا الكسكسي تاع الامازيغ. يحبوا الكسكسي يا خويا. تعرف الطرف تاع اللحم فيه 3 كيلو. المواطن في الجلفه اللحم ما شافاش من 6 شهور. البوليساريو قد راسو الطرف تاع اللحم والشطيح والرديح والجزائر تفورني دراهم الشعب نورمال. النيف راح لا نيف لا ستاربكس تاع وهران لا بريكس لا هيبه لا وزن لا مواقف في الساحه الدوليه. بصح عندنا البوليساريو الرقاصات تاعهم لا 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 العرايه اغوغو. العرايه ما يخصوش العرايه في الجزائر اليوم. تندوف يا جدك تندوف داوها. تندوف تعرف المواطن في تندوف راسو ما يهزاش معاهم. واني نتكلم على القضيه على النظام الجزائري.
شكرا لكم أصدقائي على مشاهدة الفيديو، وما تنسوش أصدقائي دعمونا بالاشتراك في القناة وجيم الفيديو إلى عجبكم، وتحياتي لكم وكنتمنى لكم كل الخير والبركة واليسر في أعمالكم الخاصة، وشكرا لكم وتحياتي لكم. ما تنسوش أصدقائي راه المباراة غدا مع الوحدة بين المنتخب المغربي ونظيره المالي ضمن كأس العالم الربع النهائي اللي غلبتها توصل لنصف النهائي. يا ربي نغلبوا باش نلعبوا مع فرنسا إن شاء الله.